وهذه الآن شهادة للسيد بوصيري بوعبدلي صاحب مدرسة ومؤسسة جامعية خاصة حول ما تعرض له من تعسف وإجراءات عقابية لأنه تصدى لرغبات بن علي وأتباعه. حكاية السيد بوصيري بوعبدلي مع بعض أفراد عائلة بن علي وليلى طرابلسي وذيولهم حكاية طويلة حاولنا اختصارها قدر الإمكان. بداية بالنسبة للنظام هذا ما يلزمكش تقول لا، ما يلزمكش تقول لا، يلزمك ديما تقول نعم. وتعددت لاءات السيد بوصيري وأثارت حافظة زوجة الرئيس السابق وأخيها بالحسن الذي رفضت المدرسة ترسيم ابنه وهو لم يتجاوز السنوات الثلاث. نحن ما عندناش تسميه نقبل الا من 5 سنين، الشعب الكل الشعب التونسي يعرف ال5 سنين وحتى النظام التونسي 5 سنين ابتدائي، فقلت له ما عنديش الواقع بالنسبه لي، هي سنه 5 سنين ومرحبا. وبدأت بعدها حملة استهدفت مدرسة بوعبدلي شكلا ومضمونا واستعملت فيها أساليب التهديد والوعيد ولي ذراع، وهي أساليب اتسمت بها تعاملات وممارسات أفراد عائلتي بن علي وطرابلسي على حد السواء. المدرسة سكرت المدرسة 2004 وقعت مظاهرات من الأولياء والحمد لله نشكرهم، دامت المدرسة هذه 2004 مدة 3 أيام، وبعدين تحت الضغط نتاع الأولياء وقتها كانت انتخابات، كان خايف هو وجانب، رجعنا لكن كانت المصايب معناها الامور الجبائيه الفيسك معناها سكنوا عندي الفيسك حتى تو عندهم تقريبا 15 يوم قبل 19 ديسمبر خرجوا فهمني. وتواصل الصراع من أجل البقاء بين المؤسسة والمسؤولين في القطاع التربوي تحركهم من الخلف أطماع الرئيس السابق وأتباعه. كان سي عبد الله وسي عبد العزيز جاء معناها يعبروا معناها يحب باش يفكوا لي المدرسه هي الغايه نتاعها هذه، يحب يعمل فيها كازينو وعمارات فوق البناء، معناها في البلدان المتقدمه يسكروا السجون ويحلوا مدارس، واحنا نسكروا مدرسه معناها ونحلوا. عقاب الغلق طال مؤسسة لوي باستور التي أنشأها السيد بوصيري بوعبدلي حتى لا يكون لمدرسة قرطاجة الدولية التابعة لزوجة الرئيس المخلوع منافس بحجم هذه المؤسسة. بالنسبة لليسي لوي باستور سكروه لأن مرت بن علي حلت المدرسة نتاع قرطاج مع مدام ياسر عرفات، هذاك السبب اللي معناها اللي ما يلزمهاش باش تكون منافسة كونكورونس. ورغم كل هذه المضايقات وصل الرجل المطالبة وتوجه هذه المرة إلى بن علي نفسه وبحوزته مشروع جديد. وانا راني جيت لأن ثم مطالب نتاع توانسة جاوني نحبوا نعملوا كلية صيدلة، خرجوا مهندس صيدلي كان لقى خدمة في الصيدلة، لقى ما لقاش ينجم يخدم في المختبرات، قال لي تعرف كيفاش نعملوا الجامعة ندخل معاك أنا 50% 50 باللفظة هذه مش 50 قال لي 50 طبعا فجأت وكنت معناها حزين لأن ثم هيبة الدولة وقت رئيس يجي باش يطلب يقول لك 50 في 50 ويطلب على أنا مربي ما عنديش معامل يتصور مليارات ولا شيء، ما فمن وقتها أحقرت بن علي وعرفت اللي هو معناها ينجم يبيع تونس.